معاكم آلاء في السيشن التاني من تتعلم الجرافيك. مبسوطة جدا من الناس اللي بتثبت وجودها على مدار الكورس، سواء على الواتساب سواء على اليوتيوب. بحب أشوف الأمثلة دي، أنا كنت في يوم حد في مكانهم فبشوف نفسي فيهم، فأتمنى إن انتوا تفضلوا كده بنفس الحماس، وإن شاء الله على يقين إن انتوا هتوصلوا لحاجة، لأن اللي بيكون بهذا الحماس وبيبذل وقت ومجهود بيوصل. لازم تتعلم كل السوفت سكيلز اللي ممكن تتعلمها معاك، خليها معاك في كل حاجة. لازم تكون على الأقل واخد معلومة أو عارف حاجة فيها، يعني علشان ما نطولش. خدنا المرة اللي فاتت النصوص وازاي نكتبها، ازاي نعمل لها تأثيرات، ازاي نرسمها بشكل متناسق، ازاي نغير ألوانها. كل اللي عملناه في النصوص نفسه هيتعمل على العناصر. يعني في العناصر احنا نقدر نغير ألوانها إلا قليل، نقدر نحركها، نعملها انيميشن عادي جدا. فمثلا لو مطلوب منك ان انت تعمل اعلان عن معرض سيارات، اول حاجة هتيجي في دماغك او هتيجي في بالك ان انا هحط سيارة، هحط عربية في النص وحواليها الكلام اللي انا عايز اكتبه بشكل او باخر. فهو ده اللي بتعمله العناصر. يعني العناصر بتوفر لك كل حاجة انت عايزها تحطها في الديزاين غير الكلام. يعني مثلا انا عايز احط دايرة، فهكتب هنا في العناصر دايرة، هيجيب لك كل حاجة تشبه من بعيد او من قريب لشكل الدايرة. يعني هو في الاول اداك شكل دايرة، هنا اداك الالوان بتاعتها، تقدر تغير الالوان بتاعتها بلونه تاني. يعني في تصاميم الجرافيك خصوصا بتقدر تغير الالوان بتاعتها. طيب هنا دي الحدود بتاع الدايرة. يعني أنا عايز الحدود بتاع الدايرة دي يكون شكلها ازاي، وتكون سميكة ولا مش سميكة، طب عايزها يكون شكلها كبير ولا صغير. هي دي الحدود بتاع الدايرة بتاعتنا. تمام. يعني انت لو كتبت هنا زي ما كنا بنقول مثلا هو ده شكل الدايرة بشكل أو بآخر. كل دي عبارة عن دوائر طبعا عليها التاج دي مفتوحة، دي النسخة البرو. فالناس اللي ما اتفتحتش عندها البرو ان شاء الله هنبعت لينك جديد ويتفتح عندها البرو. طب انا لو عايزة احذفها بحذفها ازاي؟ من هنا عادي زي ما احنا عارفين. طيب اخدنا في النصوص بنكررها من علامة البلس. طب ده تصاميم الجرافيك. في حاجة تاني ممكن نجيبها غير التصاميم الجرافيك، الاشكال او الاطارات دي برضو زيها. ان انا عايز من غير دايرة كده، مجرد دايرة، يعني مش هتعمل أي منظر. وطبعا هتقدر تتحكم فيها إن أنت تصغرها تكبرها تعملها شكل بيضاوي. فأشكال الجرافيك بتكون مرنة شوية معايا في الحجم بتاعها، أقدر أصغرها وأكبرها وأتحكم في الحجم براحتي. هو ده المرن في أشكال الجرافيك. طب لو عايز إطار، أو يعني إيه إطار؟ إطار كاتبين دايرة فهيجي كل اللي على شكل الدايرة. الإطار هو الشكل اللي هحط فيه صورة. يعني الإطار ده يسمح لي إن أنا أحط جواه صورة. يعني هذه الإطار أهو. طبعا عايزين نحط صورة، هنحطها إزاي؟ هنيجي من التحميلات هنا، بحمل ملف من على الفون بتاعي، من على اللابتوب بتاعي أيا يكن، وأحطه. أنا مثلا اللوجو، فأنا هدخله جوه الدايرة بتاعتي. دخل جوه الدايرة. يعني هنا في 3 دوائر، وليكن ممكن أحطها هنا واحطها هنا. طيب انا حاسس هي مظبوطة هنا، بس انا حاسس ان الحجم بتاعها مش مظبوط، فبضغط عليها كليكين كده فبيجيب لي ان الحجم بتاعها عايزها كده، الفها. التوسيع ده من اكتر الحاجات المميزة، بس بيكون برضو برو. يعني هنا ان انا هظبط الحجم بتاع الصورة بتاعتي والتدوير بتاعها عامل ازاي. ادي ده القص. في قص ذكي ده بيكون البرو، ان هو الابليكيشن لوحده يعرف لي هيوصلها ازاي ويوصلها براحته بقى. يعني هيعرف هيفهم الكلام اللي موجود فيها ويوصلها.
ويوصها هتلاقيه مرصوصة بالظبط. طب أنا مش عايزة هو يوصها، فهروح أنا أمسكها كده وأحركها بنفسي. دي على الفون على اللابتوب هي بمسكها وبحركها بعد ما بضغط عليها كليكين علشان أجيبها. ولو ما جبتهوش هتلاقوا إعدادات، مكتوب إعدادات الصورة من تحت، دي في الفون مش في اللابتوب. ده المميز في الإطار، إن أنا لو عايزة أحط إطار في حاجة معينة فأنا بحطه بالشكل ده وأستخدمه. تمام. ممكن برضو تغير الألوان بتاعتها، ممكن تغيرها زيها زي إيه، زي غير دي. الصور في الأغلب ما بتعرفش تغير ألوانها، يعني كتير منها ما ينفعش إن أنت تغير ألوانها، بس في بعض الأحيان أنت بتحتاجها علشان هي بتوفر لك كواليتي كويسة بدل ما تجيبها من بره. فممكن على أي واحدة شكل دايرة، يعني دي لما تحطها مثلا بتكون أكثر استخداما في الدعاوي بتاع الأفراح. الدعوة بتاع الأفراح بتلاقي محطوط كده على حافة الصورة، محطوطة اهي الدعوة. يعني الدعوة بتاع الأفراح دي أكتر حاجة بتشتغل، وكانت بتطلب مني كتير جدا في بداية الأمر. لما ابتديت أشتغل من كانفا كان كتير من شغلي إن أنا بعمل دعوة، إن أنا بعمل جواب، إن أنا بصمم حاجات على السوشيال بسيطة جدا، يعني أي حد يعرف يصممها لو قعد شوية يطبق. وخصوصا إن في موقع إن شاء الله لو فاض معانا وقت هعلمكم إن انتوا تشتغلوا من عليه. القبض من عليه مش بيكون بالجنيه المصري، يعني في الأغلب بيكون ريالات، دينار، دولار. موقع كان صراحة في منتهى الروعة. أنا قعدت فترة كبيرة فيه علشان أجيب أول كلاينت، بس ده إن كانت خبرتي قليلة وكنت بدأ فيه في أوائل الثانوية، فبرضه كانت خبرتي قليلة. بس لما عرفته واتعلمته إن شاء الله هنقول لكم الخبرة فتكونوا واخدينها أسرع، فما تستاهلش إن أنت تاخد منكم كل الوقت ده. نرجع على موضوعنا. عرفنا الصور في نفس الحاجة، يعني أنت لو كتبت هنا سيارة زي ما كنا بنقول في الأول هتلاقي كل حاجة من السيارة. هتلاقي سيارة صور هنجيبها جرافيك، هتلاقيها جرافيك، هتجيبها بشكل تاني، هتلاقي كل الأشكال بتاعتها موجودة موجودة هنا. وفي الآخر هتلاقي السيرش بتاعك موجود، فنحاول إن احنا نفهمها يعني شوية. طبعا دي إن انت تقدر تستخدمها برضو، ينفع نعمل لها حركة. ما تنسوش إن احنا ينفع نحرك أي حاجة بنعملها لو هتعملوا فيديو، فما تحطوش في بالكم إن الديزاين بس صور. في بعض الأحيان بيحتاجوا كتير فيديوهات، وحاليا الفيديوز هي اللي بتجذب الانتباه أكتر، خصوصا فيديوز ال AI اللي كترت. كانفا برو في آخر تحديث ليه عمل جزء كبير لل AI. إن شاء الله هناخد منه برضو، إن شاء الله هناخد منه برضو علشان يبقى معاكم كل حاجة عن كانفا. خدنا الإطارات، خدنا تصميم الجرافيك، أخدنا الصور. الرسوم البيانية لأكتر الناس اللي هي بتعمل حسابات، فهتلاقي فيها رسوم بيانية. النماذج دي مهمة لأكتر للناس اللي بتشتغل أو اللي بتعمل موك اب. يعني لما تشتغلوا ديزاين بإذن الله هتعرفوا إن في حاجة اسمها موك اب. يعني إيه موك اب؟ يعني إيه موك اب؟ يعني أنا عايز أديك لوجو بتاعي، فعايزك توريهولي شكله لو كان في الشارع هيبقى عامل إزاي، لو كان في صورة هيبقى عامل إزاي. الناس اللي بتعمل تي شيرت وهي اللي بتعمل الرسومات فهي بتعمل موك اب. يعني بتعمل موك اب يعني بتحطها كده، بتحط دي بالشكل الأسهم بتاعتها، وتحط صورة، تحط كلام، تحط أي حاجة جوه هنا، يعني زي الصور الدببة بقى، زي صورة كرتون تروح حطها هنا وتعمل موك اب بعدين فتطبع على تي شيرت. فيعني مشروع جميل لو فكرت تعملوا براند بإذن الله، هيكون تعليمكم بفايدة. يعني هو معظم اللي بيكون مطبوع للتيشيرتات بتكون حاجات سيمبل خالص وتقدر انت تشوفها. ده مثال لو هو في الشارع. لو عايزين نفصل الصورة دي بندوس كليك
وندوس فصل الصورة، وكذلك في الفون بندوس في فصل الصورة. بس احنا عايزينها علشان نحطها هنا، علشان تعرفوا لوك اب في الشارع. لو حد طالب منك مثلا لوجو، فانت تقول له اللوجو بتاعك هيبقى شكله كموك اب كده في الشارع. او حد طالب منك تصميم لعيادة مثلا، فانت تقول له هتكون بالشكل ده. يعني الموك اب كأنك بتعيش الخيال. لوجو الكتب تقدر تعمل لها موك اب، كل حاجة تقدر تعمل لها موك اب، كأنك بتثبت ان الحاجة هتطلع كويسة 100%. دي الفيديوز. لو انت هتستخدم فيديو، يعني عايز تحط فيديو معين وتكتب عليه حاجة، يعني مثلا لو مولود جديد وعايزه ولد، فانت هتخلي هنا تجيب فيديو مثلا الولد بيكون في الأغلب لون أزرق، فهتحط الألوان الزرقاء وتكتب تهاني للمولود الجديد. وإن شاء الله ابعت لكم نموذج من الحاجة دي تطبقوا زيها، لأن العناصر كده أنت ابتديت تشتغل، أنت عرفت العناصر فأنت ابتديت تشتغل. بالنسبة للأشكال، الأشكال فيها حاجة مميزة ننصح بيه، إن ينفع تكتب جواها. يعني ينفع تكتب أي حاجة جواها، بتاخد الشكل بتاعها، بتاخد الحجم بتاعها. يعني لو انت عايز تكبر الحجم مثلا، فانت بتلاقي ان هو بيكبر جوه المكان، ما بيطلعش بره. مهما كبرت فيه بتلاقيه ما بيطلعش بره، بياخد الحجم جوه، بيفضل جوه. هو ده المميز في الاشكال. لو انت عايز مثلا ان انت ترسم شكل وتخليه يتكتب في اماكن في الديزاين جوه دايره، فده بيكون مميز. يعني انت تقدر تكتب دي نص دايرة مثلا، فتقدر تكتب فيها، كذلك هتكتبي فيها، يعني تخليها لو ليكن تعدي من هنا لهنا. الديزاينات اللي بنشوفها اللي بتكون طالعة من الجنب، فانت بتحطها هنا وتبقى طالعة، ويبقى الكلام مكتوب من هنا. مهما عملت ولخبطت مش هتقدر ان انت تطلعه بره الدايرة، لان الاشكال بيتكتب جواها، والاشكال برضو ان انت تقدر تغير لونها بسهولة، فالموضوع هيكون سلس معاك. اي حاجة باظت منك في اللابتوب او في كانفا على الفون، تقدر ترجعها على الاول من هنا. الرسم دي اللي هي بترجع لورا. طبعا احنا مش هنتلخبط في الحاجات دي تاني، لان احنا عرفناها، فخلاص هنطبق عليها، وعرفنا العناصر، عرفنا النصوص. النهارده كمان هناخد الادوات. الناس اللي بتعرف ترسم او اللي مش هو عندها موهبة الرسم، اللي انا مش منهم خالص، فدول بيعرفوا يرسموا حاجة، فبيرسموها في كانفا، بياخدوا الصورة وبعد كده يقدروا يحركوها على افتر افكت. في ناس بتكون مطلوبة بالاسم اللي هم عايزين ناس بترسم، فالناس اللي بترسم دي بتكون مطلوبة كتير في قصص الأطفال، في فيديوهات الأطفال. إن أنت هترسم شخصية هتفضل ترسمها على طول، وتسلم الصور PNG، فبعد كده هما بيبتدوا يحركوها. هو بيكون تيم مع بعضيه، يعني ما حدش يقدر يعمل كل حاجة غير لو هتشتغل لوحدك بشغلانتك الخاصة. من غير كده بتكون محتاج تيم. فما شاء الله دول أسعارهم بتكون غالية وموهبتهم نادرة، يعني قليل مننا اللي بيعرف يرسم، خصوصا إن هو يعرف يتحكم في حاجة زي كده. في الجرافيك تابلت الموضوع بيكون أسهل وأبسط شوية. فدي الألوان. طبعا لو يعني حبينا نرسم وردة متواضعة، مش شكل وردة خالص، فبمعنى واقع انت بترسم الرسمة، لو حابب تحددها ده قلم التحديد، ان انت بتحدد على حاجة مهمة. طبعا دي لو عايزين نرجع في كلامنا خالص، عشان ده مش شكل وردة. ودي الألوان بتاعتها. إن شاء الله يطلع فيكم مواهب بتعرف ترسم، لأن شخصيات الكرتونية دي يعني جميلة خالص، وإن أنت تعمل بها محتوى سواء تيك توك سواء يوتيوب بتكون مربحة جدا، ومش محتاج إن أنت تتعلم أفتر إفكت. خصوصا دلوقتي في كتير من الابلكيشنز اللي تقدر إن أنت تتحرك عليها وتديه بس الكابشنز المناسب، ان هو تقول له هتحركه ازاي، او عايزه مبتسم، عايزه بيمشي، عايز الخلفيه ازاي. بس مع ان انت بترسم الشخصيه والملامح بتاعتها،
علشان دي اللي مفيش اي AI بيعرف يعملها بالظبط، والموضوع بيكون صعب، وفي كل صورة هيطلع لك الشخصية بملامح جديدة. فيعني الرسامين دول لا غنى عنهم. من ضمن الحاجات ان مثلا انا حطيت صورة من الصور، وليكن الصورة دي، وبعد ما عملتها وظبطت الالوان، شايفين تناسق الالوان؟ الناس اللي كانت بتدخل لونين في بعض كان صراحة برافو عليكم، ان انتوا بتطوروا وبتحاولوا مرة واتنين. كان تداخل الالوان عندكم حلو. وكتبنا كلام وحطينا لها باك من ورا عادي زي ما اتعلمنا، وظبطناها. وبعد كده افتكرت ان المقاس اللي انا عامله ده مش مقاس انستا اللي انا عايزاها، ودي مقاس غلط، وعايزه اغير الحجم. تغيير الحجم بيكون من هنا قبل التعديل. وللأسف ده برضو مفتوح في كانفا برو، بس يعني لو انت شغال عندك كانفا العادية مش هتعرف ان انت تشتغل عليه. بالنسبة للمقاسات، كل حاجة بيكون لها مقاس. يعني لو انا هعمل بوست انستجرام او فيسبوك فبيكون 1080 في 1080. طب اللي انا عايزة اعمل بوست بيكون بالطول، اللي هو زي لو ريل او ستوري، بيكون 1080 في 1920. وكذلك الستوري بتاع الانستجرام، يعني ادي هنا اهو، دي اللي احنا عايزين نشتغل عليها، اللي هي مثلا نقول له عايز انا اغير، فهو يسألك هو انت عايز تعمل نسختين؟ لو انا عايزه احتفظ بالنسخه القديمه اللي انا عملتها واغير الحجم في نسخه جديده، ولا انا عايزه اغير الحجم في نسخه، فارجع ان انا اغير الحجم بتاعها في النسخه التانية. فخدت لي الشكل بتاعها، الشكل الطولي بتاعها. المقاسات بإذن الله هبعتها لكم علشان تبقوا عارفين انتوا بتظبطوا المقاسات ازاي. لازم ان انتوا تبقوا على دراية بيها او فاهمينها. هو انتوا هتلاقوها جاهزة، يعني انتوا لما تدخلوا مثلا تكتبوا منشور انستجرام فهيجيب لك كل المقاسات قدامك. بس انت تبقى فاهم انا عايز بوست انستجرام، فابقى عارف ان انا هحط المقاسات 1080 في 1080، والا هيبقى مثلا متاكل نص البوست، نص الصورة مش متشافة، فانت هتديها للعميل بتاعك هيحس ان انت مش فاهم حاجة. فبالتالي لازم ابقى عارف دي مميزات كتير. للأسف طبعا اي حاجة مدفوعة بتكون احسن. فنحاول ان احنا نفعل كانفا برو ونشتغل عليها. عرفنا التحميلات، عرفنا الأدوات، عرفنا العناصر، عرفنا النصوص. طبعا العلامة التجارية دي لو انت حاطط لنفسك علامة تجارية معينة فبتحفظها هنا. يعني ايه علامة تجارية؟ يعني مثلا اللوجو بتاعك فبتحفظه هنا، فبيكون الألوان بتاع البراند بتاعك موجودة على طول، بدل ما انت تيجي في كل ديزاين عايز تظبط الألوان وعايز تاخد الألوان. بمناسبة الألوان، لو انا مثلا عندي حاجه زي كده بس مش دي الوانها، انا الالوان بتاعتي مثلا نبيتي وابيض، فانا عايز اخد الالوان النبيتي وابيض، اعمل ايه؟ احط الصوره بتاعتي او صوره اللوجو او صوره البراند. ادي انا حطيت الصوره، هاجي حطيت الصوره وخلاص تمام، وعايز اخد الالوان بتاعتي، فهعمل ايه؟ هاجي في الالوان بتاعتي، هتلاقوها عادي في الالوان برضو في الفون من تحت، هتلاقوا الالوان هنا. ادي الصوره بتاعتي وادي الالوان اللي انا عايزاها، فحدد اي جزء انا عايز اغيره واحط اللون. ادي اللون. اجي عند الالوان اللي قدام اللوجو او البراند بتاعي واغيرها، خليها على نفس اللون. هتلاقوا ان هي بتتغير لدرجات الالوان اللي انا عايزاها، مش هي درجات الوان وخلاص، الالوان اللي انا عايزاها. فهيكون سهل عليا بدل ما انا اعمل كده وافضل اظبط اللون لحد ما يجي، وفي الاغلب مش هيجي زيه بالظبط. فنحاول ان احنا نظبطه، لان انتوا كده هتتعبوا نفسكم، فبنتعلم نمط اسرع. لسه بقى بتعملوا براند ولسه عايزين تعملوا لوجو لنفسكم، في لينك او في موقع اسمه كولرز بانل. كولرز بانل بيديك كل الالوان والالوان اللي بتمشي مع بعض وممكن تعمله ازاي، يعني بيظبط لك الالوان بشكل متميز. فنحاول ان احنا نستغل المواقع دي خصوصا في بداية الأمر. أنا كنت بعتلكوا في الأول خالص قبل ما نبدأ الكورس دايرة ألوان، وكل لون بيمشي مع بعض إزاي. يعني في الألوان بالظبط
في لونين بيمشوا قدام بعض، اللون اللي فوق قدام اللون اللي تحت هتلاقيهم في الدائرة، لا إما اللون والتلات ألوان اللي قدامه. هحاول إن شاء الله في أول السيشن القادم إن أنا أخليكم تشوفوا الألوان وتفهموا الألوان ماشية إزاي. لازم كجرافيك ديزاينر إن أنا أغمض عيني أبقى فاهم الألوان ماشية إزاي. يعني أنا حاليا بتمشي في الشارع نظرتك بتتغير، إن أنا شايف الصورة قدامي كصورة دكتور مثلا معمول له دعاية، فبقعد أقول ده مستخدم واحد اتنين تلاتة الألوان كذا ماشية مع كذا، إيه الخطأ اللي هو مستخدمه. فأنت خلي دماغك ماشية كده يعني، حاول تشغلها بقدر الإمكان. لحد هنا السيشن بتاعنا هيكون خلص. إن شاء الله هبعت لكم التاسك نسلمه، والتاسك هيكون أصعب المرة دي نظرا إن إحنا أخدنا حاجات كتير. مع السلامة، أشوفكم مرة تانية، هتوحشوني.